وأنا لا أخفيك أني الآن سأخرج من هنا مستاء، معلش على كيفكم، لأني جلست مع الطلاب ما خرجت من محمد حسين يعقوب والعريفي وعبد الحي يوسف وسيد بكر، خرجت مع الطالبات نفس المرض ونفس البلاء. ولذلك أنا عندي الدروس بتاعتي النسوية الشغال بهناك شغال 6 سنوات 5 سنوات لا سألوني عن عريف ولا سألوني عن موعريف. قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم العلم كذا، بدأنا من الطهارة الآن في الأيمان والنذور، ودرسنا كتاب التوحيد بكماله، ودرسنا كتاب الملخص الفقهي بكماله. أنا كلامي ده الآن وقع لي في الجرح تماما. أنا أرى طلابنا وطالباتنا في الجامعات شغالين في الفضاء وحيخرج مش 0,000. انتوا اتقوا الله وتوبوا إليه وارجعوا إلى العلم. يا أخي نحن درسنا جلسة ساعة كاملة، بدل نستفيد نحرر مسألة، بدل نذكر الأدلة، بدل نطلع كلها في العريف وفي عبد الحي يوسف. انتوا ما تكونوا مال الناس. أنا صراحة كلامك ده مناسب معي للغاية. أنا أرى طلابنا وطالباتنا والله انشغلوا في أنفسهم وانشغلوا في الناس وانشغلوا في كلام لا صلة لهم به ولا تخصص لهم فيه، وسيخرجوا بخفي حنين من الجامعات. بارك الله فيكم. أنا أنصحكم عليكم الله ما تضيعوا زمنكم. أنا شخصيا إذا دارين تجيبوني تسألون من الناس لا تجيبوني ثاني. معليش يا عبد الحق، دارين تسألوني أشرح لكم كلمات، أديكم فوائد، أديكم قواعد، أديكم كلام عن السلف ينفعكم جيبوني. الكلام في الأشخاص أنا ما ثاني ما ذلك.